السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض سيكشن ظريف كده بنشوفه كتير في المواقع، اسمه recent works أو أحدث الأعمال. هنحط فيها 6 صور، وكل صورة أول لما نلمسها أو نعدي عليها هيظهر لنا عنوان صغير ووصف بسيط عنها، يعني كأنك بتستعرض شغلك أو بروفايل أعمالك، وكمان بتدي الزائر فكرة عن كل مشروع. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي مع بعض بخطوات بسيطة جدا بال HTML وال CSS. أول حاجة هنعملها دلوقتي إننا نكتب كومنت بسيط في الكود عشان نعرف نفسنا إن السيكشن ده خاص بالأعمال أو recent works. يعني نكتب مثلا start works، وفي آخر السيكشن هنكتب end works، وده بيساعدنا ننظم الكود ونفهمه بعدين لو رجعنا له، أو حتى لو حد غيرنا اشتغل عليه. دلوقتي بقى هنبدأ نكتب السيكشن نفسه ونديله كلاس اسمه works وكمان ID اسمه works. الكلاس بنستخدمه للتنسيق، لكن ID بنستخدمه كعنوان نربط بيه أجزاء الصفحة زي ما هنعمل كده في الناف. وكمان في اخر الفيديو ان شاء الله هوريكم ازاي نربط السيكشن ده بالناف فوق، علشان اول لما نضغط على اللينك يوصلنا على طول لجزء الوركس. دلوقتي بقى هناخد كوبي من العنوان H2 اللي احنا استخدمناه في السيكشن اللي فوق، اللي هو بتاع السكيلز. هنستخدم نفس الشكل هنا عشان يبقى فيه تنسيق موحد بين كل السكاشن. العنوان ده مش معمول للسكيلز بس، لا احنا عاملينه يتكرر في كل السكاشن بنفس التنسيق عشان نخلي شكل الموقع متناسق. فهنغير النص بس، هنخلي العنوان الرئيسي ريسم وركس، والعنوان الفرعي اللي هو الداتا تايتل هنخليه ماي بورتفوليو. شايفين العنوان ظهر بس مفيش مسافة بين السكشن والسكشن اللي قبله، ده علشان احنا نسينا نضيف مسافة بين السكشنز. اللي هنعمله دلوقتي اننا ندي للسكشن ده كلاس اسمه سكشن، واللي احنا بنضيفه عادة لكل سكشن عشان نعمل مسافة من كل سكشن والتاني. دلوقتي بقى هنعمل ديف، هنديله كلاس اسمه works container علشان يكون الحاوية الرئيسية للصور بتاعتنا. وبعد كده كمان هنضيف كلاس اسمه container اللي احنا بنستخدمه عشان ننظم المسافات، وكمان هنستخدم كلاس اسمه جريد علشان ننظم الصور في الشبكة بشكل مرتب. جوه بقى الوركس كونتينر هنضيف له ديف هنسميه وركس كارد عشان كل صورة هتبقى في كارد لوحدها. دلوقتي بقى هنضيف الصورة جوه الديف بتاع وركس كارد. الصورة دي هتكون داخل تاج الايمج، وهنديها كلاس اسمه وركس ايمج. الصورة دي موجودة في الفولدر اللي اسمه images، وهنختار الصور منها اللي هي اسمها project 1 علشان تظهر لنا الصورة بتاع المشروع ده. دلوقتي بقى تحت الصورة في الوركس كونتينر هنضيف ديف تاني جواه كلاس اسمه وركس ديتيلز. جوه بقى الوركس ديتيلز هنعمل H3 هنديله كلاس اسمه ورك تايتل علشان يكون عنوان المشروع. وكمان هنضيف سبان هنديله كلاس اسمه ورك ديسكريبشن عشان نكتب وصف قصير للمشروع. هنكتب مثلا في ال H3 ويب ديزاين، وفي السبان هنكتب this is a short description عشان نشرح باختصار عن المشروع ده. دلوقتي بقى احنا عاوزين نكرر الكود ده، هنضغط على السهم بتاع الوركس كارد ونكرره 5 مرات، وبعد كده هنغير الصورة والعنوان والوصف لكل واحدة. يعني احنا دلوقتي عملنا نسخة من الوركس كارد 5 مرات عشان كل واحدة فيهم تكون صورة وعنوان ووصف مختلف. هنغير بقى اسم الصورة لكل مشروع، ونغير العنوان في ال H3 وكمان الوصف اللي هو في الاسبان علشان كل مشروع يبقى ليه تفاصيله الخاصة. دلوقتي بقى هتلاقوا ان 6 كروت ظهروا معانا في الصفحة، بس طبعا لسه شكلهم مش مظبوط ومحتاجين تنسيق. فيلا بينا نروح على ملف CSS ونبدأ نظبطهم ونرتبهم كده واحدة واحدة. اول حاجة هنعملها دلوقتي في CSS اننا نحط كده كومنت بسيط عشان ننظم الكود. فمثلا هنكتب start works علشان نعرف ان التنسيقات اللي جاية دي خاصة بسكشن الوركس. بعد كده هنستدعي كلاس اللي هو اسمه works container لان ده هو اللي بيحتوي على كل الكارتس. وهنبدأ بقى نظبط الاعمدة باستخدام الجريد تمبر كولمز ريبيت 3 1 fraction، يعني كده بنقوله يقسم لنا الصف ل3 أعمدة متساويين في المساحة. دلوقتي بقى هنستدعي اللي هو كلاس اسمه works card ونديله كده شوية خصائص. أول حاجة position relative علشان نقدر نتحكم في العناصر اللي جوه الكارد بشكل دقيق، وخصوصا التفاصيل اللي هتظهر فوق الصورة. وكمان هنضيف له cursor pointer عشان أول لما نحط الماوس على الكارد يتحول شكل المؤشر للإيد كنوع من التفاعل مع العنصر. بعد كده هنستدعي كلاس اللي هو اسمه works details، وده اللي هو فيه العنوان والوصف فهيخليه يترسم فوق الصورة. فاحنا بقى هنضيف له position absolute وانسيت 0 عشان يخليه يغطي الكارد بالكامل. وكمان هنضيف له خلفية شبه شفافة عشان الكلام يبقى باين فوق الصورة، وده معناه ان لون اسود بدرجة شفافة مثلا 50%. دلوقتي بقى هنظبط شكل الصورة والتفاصيل اللي فوقها. اول حاجة هنستدعي كلاس اللي هو اسمه work image وهنضيف له vertical align middle عشان الصورة تبقى متوسطة ومظبوطة كويس جوه الكارد، وكمان ما تبقاش طالعة فوق او تحت بشكل غريب. بعد كده هنرجع تاني لوركس ديتيلز ونديله كده شوية تنسيقات تخلي الكلام اللي جواه يتظبط في النص. فاحنا بقى هنستخدم display flex عشان نحط العناصر جنب بعض او تحت بعض، فهنخلي الفليكس دايركشن كولم
علشان نخلي العنوان والوصف يجوا تحت بعض مش جنب بعض. وكمان هنضيف justify content center و align items center عشان نوسط المحتوى كله بالطول والعرض جوه الكارد. هنستدعي بقى الورك ايمج وكمان الورك ديتيلز ونديهم border radius نص ريم علشان الزوايا بتاع الصورة والتفاصيل تبقى مدورة وناعمة شوية. بعد كده هنستدعي كلاس اللي هو work title وكمان الwork description ونديلهم شوية تنسيقات كده. اول حاجة الكالر هيبقى وايت عشان الكلام يبقى لونه ابيض وواضح فوق الخلفية الغامقة. والتانية حاجة transform translate y 1.5 ريم ودي احنا بنستخدمها عشان نحرك الكلام ده شوية لتحت ونديله شكل لطيف في المكان بتاعه. وبعد كده هنستدعي الورك ديسكريبشن، ممكن مثلا نديله حجم خط اكبر شوية عشان يبان اكتر، فاحنا هنستخدم متغير مثلا فونت سايز var large font size. الورك تايتل والورك ديسكريبشن هنديلهم ترانزيشن قول 3/10 ثانية is in out علشان اي تغييرات تحصل عليهم زي الحركة او اللون تبقى بشكل سلس وناعم. وهنستدعي الكلاس اللي هو work title ونديله font size var h3 font size. دلوقتي اللي هو work details هنديله opacity 0 عشان نخلي التفاصيل تكون مخفية في الأول، وكمان هنضيف transition قول 4/10 ثانية is in out عشان أول ما تظهر أو تختفي يبقى بشكل ناعم. بصوا كده على الصفحة، شايفين الكلام اختفى تماما من فوق الصورة، ما بقاش باين. تعالوا بقى نعمل حركة كده لطيفة ونخلي التفاصيل دي تظهر لما نحط الماوس على الكارد، يعني نبدأ نشتغل على تأثير الهوفر. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل تأثير الهوفر عشان التفاصيل تظهر لما نحط الماوس على الكارد. اول حاجة هنستدعي كلاس اللي هو works card ونعمل عليها هوفر، وكمان الworks details ونديلها opacity 1، يعني لما نحط الماوس على الكارد التفاصيل اللي كانت مخفية هتبدأ تظهر. دلوقتي بقى هنستدعي كلاس اللي هو works card ونعمل عليها هوفر، وبعدها على طول هنكتب اس، ودي بقى بنفتح فيها قوسين ونكتب جواه من العناصر اللي عايزين نطبق عليها نفس التأثير، يعني هنكتبهم كده. وده معناه ان اول ما نحط الماوس على الكارد هنطبق التنسيق ده على العنوان والوصف اللي جواه الاتنين مع بعض مرة واحدة من غير ما نكرر الكود. وبعد كده هنديهم ترانسفورم ترانزليت واي 0، يعني نخليهم يطلعوا من تحت لفوق ويظهروا في مكانهم الطبيعي، وده اللي بيكمل معانا تأثير الحركة اللي احنا عملناها قبل كده. والاس دي سودو كلاس بنستخدمها عشان نختصر الكود لما نكون عايزين نطبق نفس التنسيق على اكتر من عنصر. وزي ما انتم شايفين كده احنا كده خلصنا السكشن وعملنا نفس الشكل اللي كان موجود معانا بالظبط. الكاردز بقت بتظهر فيها التفاصيل لما نحط الماوس، والحركة ناعمة وشكلها كويس جدا. شايفين كده لما بنعمل سكرول الناف بار شفاف، فبنبدأ نشوف السكشنز اللي وراه، والصورة اللي في سكشن الهوم بتطلع كأنها فوق الناف بار، وده طبعا بيخلي الشكل مش مظبوط. علشان نحل المشكلة دي هنروح على كلاس الهيدر في CSS ونعمل كده تعديل بسيط. اول حاجة هنعدل قيمة البوكس شادو، وكده يدي فصل خفيف بين الناف بار وباقي الصفحة. وكمان هنزود حاجة زد اندكس 100 علشان نضمن ان الناف بار يفضل فوق كل حاجة ومفيش اي عنصر تاني يجي يغطي عليه. وبكده نكون ظبطنا المشكلة دي وكل حاجة بقت في مكانها. شايفين هنا لما احنا بنضغط على كلمة هوم او اباوت من الناف بار بيوصلنا على طول للسكشن بتاعهم لانهم مربوطين باي دي صح. بس لو جربنا نضغط على الاكسبيرينس مش بيودينا على المكان الصح. ليه؟ تعالوا بقى نشوف. احنا في ال HTML كاتبين ان السكشن بتاع الخبرات او الاكسبيرينس الاي دي بتاع اسمه qualification، يعني مش experience زي ما مكتوب في اللينك بتاع الناف بار. فالحل بسيط جدا، فهنروح على الناف بار ونغير الرابط بتاع الاكسبيرينس ونخليه qualification. بعد كده لما نضغط عليه هيروح على السكشن الصح، وده يخلينا نفهم بقى ايه اهمية الاي دي. الاي دي هو اللي بيربط العنصر اللي في الصفحة زي السكشن باللينك اللي هو في الناف بار، من غيره الزرار مش هيعرف يروح فين. يعني كأننا بنحط عنوان للسكشن وبنقول للزرار روح للعنوان ده. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ظبطنا مع بعض سكشن ريسم وركس وعملنا التأثيرات وفهمنا ازاي نربط العناصر بالناف بار باستخدام الاي دي، وعرفنا كمان ليه مهم جدا نكتب الاكواد صح عشان كل حاجة تشتغل تمام. اتمنى تكونوا استفدتم كتير واشوفكم في فيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.